وده ميزة كرسي الإسكندرية على طول عصوره، إنه يتميز بالقوة اللاهوتية. زي ما كانوا موجودين في القرن الرابع والخامس كانوا اللي بيقودوا المجامع كرسي الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية. الشعب الإسكندري مقصد إسكندرية يعني أقصد الكرازة المرقسية يتميز بالفكر اللاهوتي. ولذلك لما بيجي في وقت من الأوقات بنصطلح مع ناس من الطوائف الأخرى، الشعب بيقف لنا كده، ليه مررتوا دي، ليه عملتوا دي؟ لأنه شعب متنبه لاهوتيا. وأنا بفرح إن أنا الشعب يتنبه لاهوتي. يعني كنت فاكر إن ممكن تنتشر الكتب الروحية بتاعتي والكتب اللاهوتية ما تنتشرش. بصيت لقيت كتاب الكهنوت اتطبع منه 30,000 40,000 نسخة، بعد شهر شهرين ما ملهوش وجود، عايزين يعيدوه مرة تاني. كتاب طبيعة المسيح وهو كتاب صعب مش سهل ان اي واحد يفهمه. قالوا لي الطبعة الاولى خلصت، لازم نعمل الطبعة الثانية. الغلطة المطبعية الموجودة هنصلحها في الطبعة الثانية. الشعب بتاعنا بيدرس. احسن حاجة لمقاومة الانحرافات تثقيف الشعب لاهوتيا. تثقيف الشعب لاهوتيا. الكنيسة وقعت في الغلطة دي زمان. ازاي وقعت فيها زمان؟ كان زمان يجي يقولوا ما بنتعزاش من الكلام بتاعكم، كله كلام في اللاهوتيات واحنا عايزين كلام تعزية. ابتدوا الكنيسة القبطية يوعظوا وعظ روحاني ويسيبوا العقائد. أول ما ابتدوا يوعظوا وعظ روحاني ويسيبوا العقائد، ابتدوا البروتستانت يشددوا على العقائد ويحفظوا آيات، وتلاقي الواحد منهم العيل صغير قد كده يكر آيات ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. ابتدينا نقول لا، طب ما العيال هيضيعوا نتيجة كده. ابتدينا نعلم أولادنا لاهوتيا. نعلم أولادنا لاهوتيا. فأنا بالنسبة لي لما أجي أعمل اجتماع لو كله لاهوتي الشعب برضه ما يحتملش. بقيت أعمل إزاي؟ أخلي الموضوع الأصلي موضوع روحي، سؤالين في المواضيع اللاهوتية، ويبقى الشعب أخذ ثقافة لاهوتية عن طريق الجزء الجانبي بتاع الأسئلة، مش عن طريق الجزء الأساسي. الجزء الأساسي عظة روحية. حتى لو واحد ما فهمش كتير الكلام اللاهوتي يقول هي العظة جاية هنفهمها. فلا بد من تثقيف شعبنا ثقافة لاهوتية وعقائدية. وأنا بنبسط لما أبص ألاقي طلبة الإكليريكية بهذا الشكل، وأحب إن كل واحد يقول رأيه. يعني وإحنا موجودين كل اللي موجودين معانا في الاجتماع كل واحد قال رأيه. في بعضهم انتقد وبعضهم وافق وبعضهم انضم لنا في الرأي وبعضهم جاي ضدنا في الرأي. ما نزعلش أبدا. كل واحد لابد أن يكون مستريحا فكريا وما نتضايقش منه. لأن لو حصل حكاية الخوف، واحد واقف وقال أنا هقف في الاجتماع وأعارض كلام البابا، يزعل مني، ياخد مني موقف، عمر ما واحد هيتكلم. هيبقى التعب جواني وبيخبي، والحاجات اللي جوه الشكوك اللي جواه تلت بنين وبنات من الشكوك والشكوكات. معلش اللي بيحصل. لكن لما احنا بنتكلم يقول اللي عنده ونرد عليه، نقول اللي عنده والايه ونرد عليه، والحكايه تمر. فكل ما نريده هو تثقيف الشعب لاهوتيا، الانتباه لكل غلطه. اي واحد يشوف غلطه يقول لنا عليها، شويه بشويه هيبقى الشعب عنده حصانه طبيعيه. اتفضل منصور.